راحوا كلهم يشجعوا جوليو في الماتش، وبفضل دعم اصحابه جوليو لعب باحترافيه وكسب الفريق الماتش واستعاد ثقته في نفسه. تاني يوم عمليه اوسكار نجحت والعلاقه مع ابنه اتصلحت، ولولي كانت فرحانه جدا. وفجاه دييجو بدا يحس بضيق تنفس شديد، وفي اللحظه دي ذاكرته رجعت بكامل وافتكر كل اللي حصل يوم الحساسيه ويوم الانفصال، وعرف ان لولي كانت بتكذب عليه كل الفتره دي. صرخ فيها وهو منهار، وبعدها اغمى عليه. لولي اتخضت جدا وبدات تركز في اللي قاله قبل ما يقع، وفهمت ان عنده جلطه في الرئه، وبلغت باولا فورا اللي انقذت حياته بعمليه طارئه. دييجو فاق ولقى والده جنبه، وبان عليه القلق والحب لاول مره، ودييجو حس انه اخيرا بقاله اب. باولا شكرت لولي لانها هي اللي شخصت الحاله صح وانقذته، ووالد دييجو كمان شكر باولا واعتذر لها ضمنيا. دييجو سأل لولي هي عرفت ازاي انه تعبان، فقالت له انها سمعت له زي ما كان دايما بيطلب منها. وفي النهايه لولي ودييجو اتخرجوا، ولولي قررت تسيب حلم الجراحه وتتخصص في طب الاسره، لانها اتعلمت ان اعظم ميزه في الدكتور هي انه يسمع للناس ويهتم بوجعهم، وعاشت حياتها مع دييجو في سعاده وهناء.